انا مش فاهم الناس اللي بتسالني تقول لي مثلا هو انا عايز ابقى مشهور على السوشيال ميديا. انت عايز انت يعني بتتكلم بجد؟ يعني انت عايز تبقى مشهور ازاي وانت مثلا مش متجوز واحده احنا بنحبها، مش لازم انت تكون بتحبها يعني، ومعاك عيال وبتفرجني على عيالك وعلى بيتك وعلى يومكم وروتين يومكم ازاي، وتاخد رأينا فيها، يعني تاخد رأينا في اللي متجوزها حلوة ولا وحشة، يعني وتقول لنا اصلا انت جبت الولاد دول ازاي، جبت العيال دي ازاي، تحكي لنا انت وهي ايه عملتوا ايه لحد ما جبتوهم يعني بالتفاصيل. فانا مش فاهم انت ما عندكش ده كله وعايز تبقى مشهور على السوشيال ميديا، انا مش فاهم ازاي. وبرضه يعني عايز افهم انت ما عندكش، يعني ما عندكش موبايل، تمام، مشتري قسط، تمام، وبتلف على مطاعم مصر كلها، تمام، عشان تقيم نعمة ربنا. شوف الكفر يا اخي، عشان تقيم نعمة ربنا. دي شغلانتك في الحياة، تمام، وتقعد بقى تقضيها بقى ايه في كل المطاعم، اكل اللي هو فاهم اللي هو سحت سحت، وفي الاخر بتروح بالبيتين زبادي جهينه لابوك وامك تتعشى. يعني بعد ده كله، يعني بعد ما انت اصلا كرهتنا في العيشه، حسستنا ان احنا بناكل تراب. فانت انا مش فاهم برضو انت ما عندكش ده، تمام، وعايز تبقى مشهور على السوشيال. ما لازم تشتغل، لازم تحرك نفسك زي الناس دي. ما عندكش شلة صحاب مثلا بيتنمروا عليك ويطلعوك على المسرح تبقى انت يعني الفرجة بتاعتهم، تمام، وتعملوا فيديوهات ما تضحكش حد غيركم بس. وبرضو انا مستغرب انت عايز تبقى مشهور على السوشيال ما عندكش ده. انا برضو مستغرب صراحة، انا مستغرب لك. ما عندكش مثلا، ما عندكش اشتراك في بين سبورت تتفرج على الماتشات، تمام، يعني تتفرج على الماتشات تحكي لنا بعدين، يعني بعد ما تخلص بتعمل قناة تحكي لنا بقى هو مين كان بيجري ورا فين ومين كيس، يعني تحكي لنا بديهيات، يعني فاهم اللي هو انا ما ببقاش، يعني انا خلاص انا اتفرجت واستمتعت وانبسطت وكل حاجه، انت بتضيع لي متعه الماتش ده بانك بتحكي لي تفاصيل ما لهاش اي عامل زي احمد شوبير كده لما بيتجي بيبقى شغال مثلا ماتش بترول اسيوط ولا غزل المحله، وهو بيكلمني عن انه ازاي ربى جزء ارانب على السطح، بيضوا بيض نحاس، يعني قصة تانية. فانت بتسحلني على كل ده عشان انت معاك اشتراك بي ان سبورت، فانت برضو ما عندكش المميزات دي. عايز تبقى مشهور على السوشيال ميديا ازاي؟ انا اقنعني، انا عايزك تقنعني. فدي كلها ادوات، يعني انا مش فاهم انت عايز توصل لده ازاي بدون ما يكون عندك، يعني ما عندكش حتى روح الدعابة اللي مش موجودة، تمام، ما عندك يعني ما عندكش كم الغتاتة وطول الدم اللي تقدر ان انت تفيدنا بيه بان احنا ترفع من رصيد حسناتنا في ان احنا بنذكر حضرتك والست الوالدة والسيد الفاضل اللي جابك بأفضل الصفات المذكورة. يعني كل الحاجات دي انت مش عندك. انا والله يعني انا بفكر بصوت عالي معاك، انت عايز تبقى مشهور على السوشيال ميديا ازاي وانت ما عندكش ولا حاجة من الحاجات دي؟